السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عبد المجيد تبون نشكر رئيس جمهورية الجزائر تجيني ثقيلة والله، حتى كي نكتبها في مقالات اللي نبعثها للصحف نكتبها تجيني ثقيلة، نكتبها هكذا مرة ومن بعد الباقي نبقى نحط على المجيد تبون تجيني ثقيلة باش نقول عبد المجيد تبون فاق كل الحدود، تجاوز كل الحدود تاع التملق. عبد المجيد تبون تجاوز كل حدود التملق لبوتين وروسيا بزاف. راه بوتين انذر ديغوتا كره بزاف. شوف لما المنشط تاع الملتقى أعطى الكلمة لبوتين وتبون، بوتين ما حبش يهدر، قال له هدر أعطي للجزائر، أعطي رئيس الجزائر. اسمع هاي السؤال الأول إليكما اثنين، إلى فخامة الرئيس الجزائري أيضا، ما الذي تودان أن تقول ليس فقط لحضور هذه القاعة وإنما لأولئك الذين يتابعون هذه الكلمة في العالم؟ كونوا الصحة، تمتعوا بصحة جيدة. الرئيس الجزائري تفضل. شكرا. أمنيتنا الوحيدة للبشرية أن تعيش في سلام، وأن الرقي يمس المستضعفين. تبون يعني وقح، تبون وقح، وجهه مطلص. كيفاش نتايا في بلاد قامت بغزو جارتها وتقتل وتكسر وتهدم وتقول لنا والسلام؟ تعلم من تضحك يا تبون؟ عاود اسمعوا مليح. شوف الرئيس الجزائري تفضل. شكرا. أمنيتنا الوحيدة للبشرية أن تعيش في سلام، وأن الرقي يمس المستضعفين حاليا في كل. باغيهم يعيشوا في سلام وصاحبك داير عليهم حرب. هاي كملوا نسمعوا الباقي. العالم، وأن يكون تكامل حقيقي اقتصادي وثقافي بين كل الشعوب في المعمورة. ما فيش حرب رابحة، كل الحروب خاسرة، كل الحروب تؤدي إلى خراب. أتمنى للبشرية كلها السلام والأمان والرفاه. وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في تدخلاته، الذي سمح لبلدي أن يكون يعني يقوم بوساطة في حل إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا. وأنا استخلص من كلام. كيفاش تقول لي حل المشكل مطروح مع أوكرانيا؟ مشكل مطروح مع أوكرانيا كاينة حرب يا بغالون، يا بغالون، راهي حرب ماهيش مشكلة، مش حالة انك تحل النزاع يعني ما بيناتهم، تفك النزاع. ولكن هل اوكرانيا قابله بك بعد الشيء اللي درتو؟ بعد ما انبطحت ما بقيتش انت درك وسيط، تلعب دور الوسيط هذاك اللي نوتر كما نقول لك، ما بقيتش انت راك تسير في فانك الروس. ما على بالوش هذا لم يدرك هذا الشيء هذايا. تدرك تروح عند اوكرانيا على بالك واش راهو الغرب
ضد الامريكان يعطوا لك ورقه باش انت تلعب دور الوسيط. تي بو كورير هامليك لي بورد يدير فيهم هذا السيد، ما على بالوش بروح واش راه يدير. وكان بقيت نوتر صح، الاوكرانيين يسمعوك، الغرب هم اللي راهم يمولوا في الحرب، هما اللي يقولوا لاوكرانيا وي العب مع هذا وما تلعبش مع هذا. اجا الروس وفرنسا ولا الالمان ما ينحي عليك، ما والو والو ريان خلينا من هذا صاي. اليوم راك انت ماركيت روحك في يدين الروس، قلت لك حتى يقول له يحب معتدل وكذا، زيد اسمع لا سويت اسمع. فهمت الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله، مثل الجزائر، فاحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا. وشكرا. والله ما يحشم، وقح هو اللي يعادي في الناس، يقول لك يا الناس يعاديونا، هو اللي يعادي في الناس ويتعدى على الناس ويتهم في الناس ومفسدها مع الناس كامل، يقول لك اللي يعادينا. الله غالب عليه والله. يعني تبون سان بوفر تيب، تبون انت بوفر تيب، انسان تافه، انسان تافه بالبزاف، انسان تافه. مسكينه الجزائر تبلات بهذا الوجه هذا، يعني مقزدر هذا. هيك يقول وجه مقزدر، سي هذا حاجه احنا نسمو واحد اللي ما يحشمش، يقول لك تمناو السلام، يعني يتكلم باسمه باسم بوتين، تمناو السلام للبشريه، وانت راك ضيف عند واحد قايم بحرب اكثر من عام ضد جيرانه، وانت يا مع جيرانك راك قاعد تسب لهم، دايره عداوه وداير صحه. ما انت غير مع اللي ما يعاديوكش، ها غير اللي يعاديوك قال ما تحبهمش. والشعب الجزائري معاديك ولا مش معاديك؟ الشعب الجزائري معاديك، يبقى نروح عليه قيلوا، لانك اليوم وراك تقمع في الشعب الجزائري حتى في الخارج. الجزائري اللي في المغرب ما يقدرش يدخل الجزائر، واللي في الجزائر باش يروح يشوف عائلته في المغرب ما يقدرش يروح. هذا اعتداء على المواطن الجزائري ولا لا؟